أهلا وسهلا بكم يا أبطال في فيديو جديد. نقدم لكم اليوم شرح جديد لشركة كونامي. دخلت اليوم اللعبة كما العادة فوجدت أشياء جديدة. استلام هنا لصفقة مجانية للباك جديد لفريق برشلونة. تسجيل ضربة جزاء هنا كما تعودنا. لدينا أشياء جديدة في اللعبة. هناك اللاعب شيفشينكو، ثم نقوم بنظرة عامة عن هذا اللاعب. أندري شيفشينكو يأتينا كمهاجم بأسلوب قناص، مهاجم أرى بأنه سوف يقول كلمته في اللعبة. وتذكروا كلامي جيدا، هذا اللاعب سوف يقوم بأشياء كثيرة في اللعبة. المهاجم القناص ليس مثل المهاجم المتربص. تلاحظون في نسخ باتيستوتا المقبلة جميعها مهاجم متربص، إلا البطاقة المجانية هي التي موجود فيها مهاجم قناص، وهي التي قالت كلمتها في اي فوتبول. دائما المهاجم القناص يكون أفضل من المهاجم المتربص. ندخل هنا إلى صفقات ضربات الجزاء، ثم نجد لاعبين جدد. أول لاعب لويس دياز بطاقة شو تايم. البطاقة الثانية هو مدافع مانويل أكانجي، يأتينا بأسلوب المحطم. لاعب جيد، من ليس لديه مدافعا هذا سوف يكون مدافع جيد. لديه مهارات جيدة، مثلا مهارة رأس التي يحتاجها المدافع. نوع القوة هنا المواجهة، وسوف أعطيكم مما بعد تطويرة خاصة لهذا اللاعب. البطاقات الثلاثة الأخيرة كما ترون هنا بطاقات هايلايت. مثل هذه البطاقات تكون نافعة للمشتركين الجدد في اي فوتبول. أصدقائي الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك والمشاركة الفيديو مع الأصدقاء ليصلكم دائما الجديد. ونرى هنا باك راول لا يزال يستمر معنا. نذهب الآن للمهمات لنرى هل من جديد. تروا معنا في المهمات تقريبا لا شيء جديد. هناك باك أسبوع الماضي لرونالدينيو هو الذي لا يزال موجودا. سوف نلعب ثم نأخذ 5 فتحات مجانية هذا الأسبوع. نمر هنا لباكات. هنا باك برشلونة الجديد سامويل إيتو، يأتينا بأسلوب مهاجم قناص. نرى هنا طاقات اللاعب. سامويل إيتو دائما يمتاز بالسرعة، وبطاقات اللاعب دائما ما تكون فيها السرعة عالية. اللاعب الثاني هنا كما ترون هو كزافي هرنانديز. الأسلوب هنا خبير صناعة اللعب. الطاقات هنا مرتفعة في التحكم في الكرة والاستحواذ في المساحات الضيقة. التمريرات المرتفعة والتمريرات المنخفضة التي يمتاز بها كزافي في مسيرته. اللاعب الثالث هنا هو خافير سافيولا سي اف، مهاجم. يأتينا هو الآخر بأسلوب مهاجم قناص، ولا أعلم لماذا كونامي تفعل هذا الشيء. مهاجمين قناصين في باك واحد، كيف لك يا كونامي أن تفعلي بنا هذا؟ على الأقل يكون لاعب اس اس وليس مهاجم قناص مثل سامويل إيتو. مهاجمين قناصين في باك واحد، بصراحة هذا أمر غير جيد. أنصحكم يا إخوان، إن كان لديكم كوينزات فلا تفتحوا عن هذا الباك. انتظروا، سوف يأتي باك جديد إن شاء الله ولاعبين جدد. هذا كل ما لدينا هذا اليوم. شكرا لكم على المتابعة، وبالتوفيق إن شاء الله. وإن كانت لديكم أسئلة فلا تترددوا، لنقوم إن شاء الله في المستقبل بفقرة الأجوبة عن الأسئلة.